رضا رزق، ادهم، سعد، مصطفى، عبد القادر، جن. كل دي ادوار للنجم احمد عز. في الحلقه بتاعت النهارده هنتكلم شويه عنه وعن بداياته ومشاكله الشخصيه اللي مخليه الجمهور متضايق منه. القصه بدات ان احمد كان بيعشق التمثيل عكس كريم عبد العزيز خالص اللي كان بيحب الاخراج، ولكن احمد ما كانش عنده واسطه زي كريم او ملهوش علاقه بالواسطه. وطبعا مش قصدي ان كريم طلع للنجوميه بالواسطه، ولكن كان نجوميته اسهل من عز شويه. اصل عز ما كانش ليه حد في الوسط وغلبان، فدخل اداب انجلش وهو بيدرس كان لسه شغف التمثيل ده عنده. وطبعا احمد ما سكتش، وبعد ما خلص اشتغل كموديل واتجه لمكاتب منتجين وبقى يسعى ورا حلمه. وبالفعل بيروح لمكتب المخرجه ايناس الدغيدي، تشوف ان هو وسيم شويتين وبترشحه لدور صغير في فيلم كلام الليل، وبتقول له نصيحه مني ان انت لازم تدرس التمثيل. وفعلا بيروح ورش عشان يتعلم، ومن اللي كانوا بيعلموه الفنان محمود حميده. بس عز كان ذكي وبيروح يزور المخرجه كل شويه لحد ما بترشحه لدور بطوله قدام مين بقى؟ قدام هند صبري، علشان يعمل فيلم بعنوان مذكرات مراهقه. ملحوظه الفيلم ده كان سنه 2001، يعني في فتره نمو ناس زي هنيدي